النهارده في الحلقه الثانيه من فود كورت قررنا نجيب من 6 اماكن تشاينيز نودلز. قررنا نبريك شويه من الحاجات المصريه كتير اللي احنا كنا بنعملها الفتره اللي فاتت. جبنا تشاينيز تشيكن نودلز. يلا نشوف. مش عارف ليه مش دقيقي. الكراست نفسه من بره مش محمس قوي بس كله هيبان في التيست يعني. محكمة، اهلا بيكم في الفود كورت. دول الست اماكن اللي معانا. ما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا الحلقات اللي جايه من فود كورت. ايه قلت ايه؟ وتوقعوا مين كده هيكسب معانا. وتوقعوا مين فيهم اللي هيكسب معانا. احنا بنراهن. انا براهن على ايجن كورنر، الراجل المنتج بيراهن على بكين. انا براهن على باندا هاوس. ايه ده؟ واو، اقول له كواليتي قوي. ثالثه ابتدائي. نوت سريع يا جماعه، احنا جبنا تشيكن نودلز. في منهم سبايسي في منهم لا. النودلز اللي بتتعمل بصويا صوص وساعات بيتحط معاها سيسمي اويل. يلا بينا نخش. يلا بينا. ريد اليفنت جه في 15 دقيقة وكان ب 100 جنيه. 15 دقيقة دي غريبة جدا، يمكن أول مرة ده ريكورد في الشانل يعني. ممكن يكون اوردر اتلغى وجالنا عامة. اول راجل كان بيطبخ او راجل في الشارع. لا في جوه البتاع بتاعت الموتوسيكل اللي ورا. توب ريتد على طلبات في النودلز. هنشوف كده عامل ايه. بتاع محملة وسخنة فشخ. محملة وسخنة فشخ، انا مستغربها يا ابني والله. هو بيجي معاها يعني دي البورشن كده زي ما انتم شايفين، وبيجي معاها سويت تشيلي وكوريان كيوكمبر. حلو عامة والله حلوه، بس هي ما فيهاش حاجه سويت صح كده؟ هي كلها حاجه في حاجه. احنا مش جايبينها مشطشطه. انا شايف حتى النودلز حلوه. نودلز يعني تحسها مش تخينه قوي وفي نفس الوقت مش اوفر كوك، لذيذ. طب الكيوريان كيوكمبر ده عامة في حتت فراخ كويسة يعني. الفراخ ايه ده؟ في ايه؟ انت بترقص ليه؟ حاجه صعبه قوي. في حاجه مشطشطه حلوه بس حاجه صعبه. انا هدوق الكوريان ده. جامبر؟ ايه ده؟ ده برنجان قوي. انت ايه؟ برنجان مخلل. حاسس الفيديو بقت جورجيني. عايز نخش على اللي بعده. ووك اند ووك جاب 43 دقيقة و185. احنا جبنا البندل اللي على طلبات. هي بندل حلوة بصراحة، قد نفس سعر السنجل لو جبتوها لوحدها. بيجي معاها حاجة اسمها سموزة اللي هو سمبوسك هندي، وبيجي معاها كمان كابج سالد. فهنفتح كده الدنيا ونشوف فيها ايه. طب هم يا جماعة ما جابوش بس سموزة واحدة بس او سمبوسك يعني. لا في كمان سبرينج رول واحدة سبرينج رول زي هي. هو مكتوب في المنيو كابج سالاد بس هو تحسه كيمتشي اكتر، كرومب كده مخلل يعني. فهنشوف طعمه وندوق. مش كرومب مخلل؟ يا اسطى كرومب متبل وسبايسي. ماشي. كرومب فلاح. كرومب متبل مخلل. بصراحه كميه الفراخ هنا باينه قوي انها جايه لوحدها كمان بره، وعليها جزر وفلفل وبصل. باين قوي فرق السعر ليه يعني. هو باين هو ليه اغلى من التاني. الفراخ حلوه قوي كمان. ايه ده؟ طعمه جامد. عارفين دي اول مره اجرب ووكن. انا مش شخص بحب الايجن فود اصلا. عموما الخضار باين ان هو فريش قوي بصراحه. الفراخ حلوه قوي قوي. لا باين قوي البورشنز بتاع الحاجه يعني. هو الحاجه بس ملحه زياده سنه. هي باين قوي. السبايسي بتاعها لذيذ يعني، مش رخم، ما يقفلكش كده. لا سبايسي حلو يعني. لو تحس انك بتاكله وانت عارف انك مش هتقعد تدمع. ندوق بقى اللي احنا مش فاهمينه ده. كيمشي. ندوق كده واحده عشان انا قلقان منه. بقلق من الحاجه اللي هدوقها جديد دي. ايه الضعف ده؟ غازات لبكره. غازات بوم 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 بوم. انا مبسوط قوي بوكن بوم بصراحه. ويكسب اللي قبليه مستريح. بس فرق السعر هنشوف. يخليك تفكر. يخليك اللي هو تراجع نفسك لو انت في اخر الشهر. عامة احنا مش هنجرب السبرينج رولز ولا السمبوسه، بس عايز اجرب السمبوسك دي غريبه شويه. دوق بقى عادي واحنا نخش على اللي بعده. نخش على اللي بعده. انا هجرب دي مع نفسي، مش هقول لكم عليها حاجه. ايه الرخامه دي؟ يمكن ايه السهله دي. ايجن كورنر جه في 53 دقيقه وكان ب 90 جنيه. في ستارز وجنينه مول. هو فرانشايز خلي بالك. بجد؟ مكتوب معادي في الحاجات دي؟ لا بالظبط. ده هتلاقيه فرانشايز تاني. في معادي داين ان فود كورتس. باقي فود كورتس. هو داين ان اللي كده معادي داين. معادي ورافال هليوبلس اللي هو هنا اللي هو ماشي. هنشوف بقى بيقول في علبه كشري دي حنفي. لو فتحت الاقي التغليف بتاعت الحنفي.
طبعا البورشن صغيره شويه زي ما انتم شايفين، و90 جنيه برضو عليه. يا دوب يعني. يعني هي تشبع ناس كتير، وموجود عليه كذا حاجه برضو، فلفل وبصل، وهنشوف الفراخ شكلها كتير عامه، الفراخ باينه من فوق. ندوق ونشوف الطعم. فراخ وحشه قوي، وحشه قوي قوي قوي. بس انا عايز اقول حاجه، مش تعريض والله الايجن كورنر، بس تعريض. احنا في ثالثه ابتدائي نقول تعريض. يا اسطى الفراخ تحسها حته كبد. انا عندي تعليق، ينفع تطلعوه بما ان عمر بيلي اللي منتج ما يشيلوش. عمر بيلي يجي يراهن على حاجه اول الفيديو تطلع بايظ، تطلع بقى بشع، بيحاول بقى يكسبها لحد اخر. زي ايه؟ انا عملت كده. بصي هتشوف المناقيش المظبوطه المخبز اللبناني هي المخبز اللبناني بقى. لا واثقه من نفسيها، مش واخد بالها كده. ايه ده؟ عاجبك؟ انا بعتذر. الايجن كورنر الصراحه الفراخ وحشه، انا مش مبسوط. لا هي وحشه يا جماعه، حتى التتبيله الخلك اللي طبخها ولا حتى التتبيله مش باينه خالص بصراحه، هي فقيره قوي. مش عارف هو ليه فقيره. لا المكان ده اخره معايا كان ثالثه اعدادي عامه. اعترف ايجن كورنر اللي في المعادي كان حلو. كان حلو بصراحه. خش على بقى. بيكينج ب 107 وجه في 40 دقيقه. بيكينج من الاماكن الجامده قوي اللي في مصر، صاحبها مصري صيني. هتلاقيه بيعمل اكيد تعليق على التيك توك. اللي احنا جبنا صوصين يا جماعه معاهم، او هو بيجوا معاهم يعني. حراقين قوي يعني، بيبقوا ماشي. هندوق النودلز. احط صوص زيك؟ والله انا بحب السبايسي، بس هنشوف يعني. يا عم ده مش سبايسي، ده سويت شيلي عادي. بس بامانه ربنا وحش. الصويا مش باين، الحاجه النودلز ملزقه في بعض. الفراخ مسلوقه باين، والفراخ مسلوقه. ماشي. هو الخضار متقطع كبير، غير كده انا مش حاسس ان الطعم ضعيف قوي. هي الشيف اللي عملها مش ظابط الحاجه مع بعض. يعني الحاجه دي كلها بتتحط مع بعض في في الوك. فراخ بتتعمل مع النودلز ويدينا الطشه بقى طشه. ايه اللي انا بقوله ده؟ اللي ما تشحق يا اسطى، ايش هنعمل قدام الكاميرا. باندا هاوس كان ب 100 جنيه وجه في 35 دقيقه. ده اللي انا مراهن انه هيكسب. الاثنين ملط ضاعوا في الرهانات بتاعتهم لحد دلوقتي. نفس الحنفي كشري ابو طارق، نفس الفكره. بص هو الحجم صغير، هو مبدئيا جايب بصل اخضر و فيتوتشيني. دي طاجن مكرونه. ده طاجن مكرونه. ده طاجن مكرونه، طاجن كشري بجد. ما كدبناش، الراجل ما حبش يضايقنا يعني. مش عارف ليه كده. دي ناشفه كمان يا جماعه، دي ناشفه. ايه ده غالي؟ ايه بشاعه الفراخ دي؟ انا مش هدوق قطمه كمان. مش قوي يا اسطى. بصوا يا جماعه، هو مفيش كلام كتير يتقال. لا مفيش اي حاجه، ولا اي ما تتكلمش. اهو امسك رجع، كلمه له ياخدها ويجيب فلوس. فعلا وحشه قوي قوي قوي، ويرجع فلوس الاعلان. سيء. ده اللي كان بيراهن عليه. انت بقى شوف لك كورنر. مش على اللي بعده. شانتونج ب 8 جه في 28 دقيقه وبكام؟ 92 جنيه. اخر واحد معانا. بصوا يا جماعه، هو هنا جايب اكسترا صويا صوص ومعاه تشيلي صوصز لذيذه كده، لذيذ عامه يعني، وكميه كتيره على الثمن يعني. 92 كان زي ايجن كورنر. لا كميه اكبر بكتير. ايجن كورنر كان حنفي بس حلوه. هو متوسط بتاعهم من كله يعني. حلو يعني، مفيش اسوأ من باندا هاوس. كسعر كويس قوي، والبورشن كويسه مع الصوصز برضو، بس متوسط يعني. تيست متوسط. تيست اهم حاجه بالنسبه لي يعني. بعدين خلي بالكم من بوينت، ان اللي بيروح ياكل نودلز هو عارف انه هيدفع، وعارف ان هو عايز كواليتي كويسه. يعني مش هيروح لكواليتي اقل عشان نفسي في نودلز. هو مش كيف، هو مش اسيوي طول عمره وبتاع، فخلاص نفسه في نودلز. هو لما يروح نودلز هيدفع، لان هي حاجه مش غاليه قوي قوي يعني. انا حاطط على 200 جنيه هتاخد حاجه كواليتي نظيفه. مش معنى انك مرخص لي وتيست عادي، لا مش حوار. دي البوينت بقى اللي هتخلينا نعمل في مواجهه حلوه في الاخر كده ما بين الحاجتين اللي احنا اخترناهم. يلا نشوف ايه اخر حاجتين معانا. اللي وصلوا معانا في الاخر هم ووكن ووك ريد اليفنت. يلا بقى نشوف الفود كورت. نبتدي بالبرايسنج. ريد اليفنت كان 100 جنيه ووكن ووك كان 185. ففي فرق يعتبر 85 جنيه، وده الدبل يعتبر. فطبعا البوينت هنا هتروح لريد اليفنت. بعد كده الباكجينج
بالنسبه لي انا كواحد رايح اتارجت ان انا هاكل حاجه ايجن كده، فوكن ووك كان مديني الاكسبيرينس كمان دي تنفع لو انا رايح بره، لو انا رايح في اي حته هفرشها هحطها في حته بالظبط، بيتعامل على انها طبق يعني. ومن ضمن الحاجات الايجابيه قوي يعني ان هو فصل الفراخ عن النودلز. اي نعم فكرتهم على بعض بتبقى حلوه وبتدي طعم بياخدوا طعم لبعض، بس لو اتحطوا على بعض لما دوقنا كل واحده لوحدها لا طعمهم حلو وباين. هو ساب لك الحته دي، حط انت براحتك بقى. بالظبط كده. الباكجينج يروح لوكن ووك 200%. بعد كده بقى الكوانتيتي. ماشي. الكوانتيتي يعتبر واحد، بس انا اتبسطت بوكن ووك اكتر. الحمد لله. اتبسطت اكتر بوكن ووك؟ انا اتبسطت اكتر بوكن ووك، بس ريد اليفنت انا فهمت هو ليه واخد توب ريتد على طلبات. طعمه حلو وسعره كويس قوي. يعني كوانتيتي ووكن ووك 100%. استريح. نروح بقى للدليفري تايم. دليفري تايم كده رابع حاجه معانا. دليفري تايم مش دي في ربع ساعه. يعني لو هم اللي بيطبخوا جوه هتاخد وقت عن كده وبتجيبوا لي على الترابيزه يعني. لا هيحدد هو التيست كالعاده في الاخر. لما بجيب الحاجه مش هجيبها مملحه، انا هجيبها طبيعيه، ولو انا عايز ازود ملح هزود من عندنا. فاهم قصدي؟ يعني انا مش بقتنع بفكره تزويد الملح. الاكل يجي لي مظبوط يا لا. ما هو المفروض يجي مظبوط، بس هو زياده. خلاص ماشي، يمكن عشان بحب الملح. انا بقول ليه؟ عشان احنا جبنا حاجه مجليه هنا. ايه المجلي بقى في ريد اليفنت؟ فاهم قصدي؟ ايه اللي جلى فيه؟ هو الحاجه طعم الفراخ برضو. هي كانت حلوه. الفراخ بتاع ده فريش قوي عن ريد اليفنت، كانت حلوه، بس لما دقت دي فهمت يعني ايه فراخ فريش. فراخ معموله حلو. انا بصراحه شايفين انه فير ان ووكن ووك هيكسب، لان احنا بنتكلم في حاجه برضو يعني دبل البرايس وفي نفس الوقت حلوه، فهتكسب لانها فعلا مديك الكواليتي بتاع الحاجه دي. نتكلم ان انت بتتنافس مع واحد قليل قوي او سعره قليل قوي بس واخد يعني ريتنج عالي على طلبات، فهو منطقي، واحنا فهمنا ليه ان هو بصوا بينافس مع اعلى واحد فيهم، فحرام هظلم الاثنين. فلو انت اول الشهر هات ووكن ووك، لو انت اخر الشهر هات ريد اليفنت، وفي الحالتين هتتبسط بالنودلز بتاعتهم. بصراحه كانوا بيرفكت. سقفه الووكن ووك وريد اليفنت. المخرج ميت يا جدعان. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير وتقولوا لنا في الكومنتس اكتر مكان بتحبوا تاكلوا منه نودلز، ولو عندكم افكار تاني للاكل الايجن عموما قولوا لنا. اشوفكم بقى في حلقه جايه. احنا كسرنا كده شويه موضوع الاكل المصري قوي اللي بتاع، ممكن هنرجع له غالبا. واستنوا افكار جديده الفتره الجايه. يلا سلام.